إلا دخلت لهذا الفيديو فغالبا راك يتم واحد العادة اللي مكعطيك حتى فايدة، لا جسديا لا نفسيا، غير كتضعفك بشوية بشوية. اليوم غادي نهضروا على العادة السرية من ناحية علمية ومن ناحية دينية، وغادي نحاول نفهموها بعمق. باش تخرج من هذا الفيديو عندك قرار واضح باش توقف منه. بزاف ديال الناس ولاد وبنات ولات هاد العادة جزء من حياتهم اليومية، ولات ملتصقة في العقل ديالهم، ولات الشهوة اللي كتحكم فيهم باش هما اللي كيتحكموا فيها. ابسط حل كيلقاو هو انهم يدخلوا لجوجل يقلبوا على محتوى باش يفرغوا ديك الاحساس، ولكن المشكل الحقيقي ماشي هنا. المشكل هو ملي كتحول هاد الشيء لعاده يوميه، الدماغ ديالك يبدا كيتبرمج وكيولي كيطالب بهاد السلوك كل نهار حتى كتفقد السيطره بشويه بشويه. ومع الوقت تبدا تحس بالتغيرات في حياتك، التركيز ديالك كينقص، الطاقه ديالك كتهبط، كتولي كتباعد على الناس بلا ما تحس، حتى العلاقات ديالك كتاثر، كتولي كتحس بالتخوف من التعارف او التواصل. يمكن توصل لمرحله اخطر والاحساس بالذنب مستمر، القلق والعزله، وهادشي كامل يقدر يوصلك لواحد الحاله قريب للاكتئاب. يمكن تقول واش بصح هادشي كيوصل للاكتئاب؟ جواب نعم، حيت ملي كتجمع الذنب زائد العزله زائد فقدان التحكم كتدخل في حلقه صعيب تخرج منها. إلا دخلتي جوجل وقلبتي على نوفاب غادي تلقى مجتمع كبير في الناس كيحاولوا يوقفوا هاد العاده، وكيعطيو التحدي معروف ب 90 يوم. ولكن علاش 90 يوم؟ الفكرة ببساطة هي أنك تعطي لعقلك فرصة باش يعيد التوازن ديالو. بحال إلا درت الريت للنظام ديالك كتبدا تحس براسك كتحسن بشوية بشوية. ولكن السؤال المهم، علاش كنوليو مدمنين من الأصل؟ أول مرة جربت هاد العادة غالبا في سن صغير، تقريبا 13 14 عام، حسيت بواحد المتعة جديدة ما عمرك جربتها من قبل. هذه بسبب مادة في العقل كتسمى الدوبامين، هي اللي كتعطيك إحساس بالمتعة. المشكل كيبدا ملي كيتحول هاد الشيء للإفراط. مع الوقت الدماغ ديالك يتعود على هذا المستوى العالي من الدوبامين وكيبدا ينقص الاستجابه ديالو. النتيجه نفس الشيء، ما كيبقاش يعطيك نفس المتعه، كتولي كتقلب على الحوايج كثر باش تحس بنفس الاحساس. وهنا كيدخل الانسان في حلقه صعيبه، البحث المستمر على متعه اكبر. مع الوقت كتحس ان حتى الحوايج العاديه في حياتك ما بقاوش كيعجبوك، وهذا الشيء علاش بزاف ديال الناس كينصحوا انك تباع لمده معينه، ماشي رقم سحري ولكن وقت كافي باش تعطي العقل ديالك فرصه باش يرجع طبيعته. دابا السؤال المهم، علاش اصلا كنطيحوا في هذه العاده وكنوليو مدمنين عليها؟ السبب الاول الفراغ، ملي كيكون عندك وقت بزاف وما عندكش هدف واضح الدماغ ديالك كيقلب على اي حاجه تعطيه متعه سريعه وكيختار اسهل طريق. السبب الثاني المحتوى الاباحي، اليوم اي واحد عنده الهاتف يقدر يوصل لهذا المحتوى في ثواني، وهذا الشيء كيخلي الدماغ ديالك يتعود على متعه قويه سريعه بزاف. السبب الثالث العاده، ماشي غير الشهوه ولكن الهروب. بزاف ديال الناس ملي كيحسوا بالقلق او التوتر او حتى الحزن كيلقاو في هذه العاده واحد الهروب مؤقت، ولكن المشكل انك ترجعك نفس النقطه او اسوء. السبب الرابع التكرار، هي حاجه كتعاودها بزاف كتولي العاده، والعاده مع الوقت تولي ادمان. الدماغ ديالك كيبدا يربط بين هذا السلوك والمتعه وكيولي طالبها بشكل تلقائي. السبب الخامس العزله، ملي كتكون بوحدك بزاف كتزيد فرص انك ترجع لهاد العاده، حيت ما كاين لا رقابه لا انشغال غير انت وافكارك. وهاد الاسباب كاملين كيتجمعوا كيخليو الانسان يدخل في حلقه صعيبه، فراغ، العاده، ادمان، شعور بالذنب، رجوع لنفس العاده. ولكن الخبر زوين، هي حاجه تعلم الدماغ يقدر ينساها. خاصني نبدا بصراحه ولو غير مع راسي، انا مدمن ماشي حيت ما كاش شنو كندير، بالعكس عارف مزيان، عارف بلي العاده كضرني، عارف بلي كتضيع وقتي طاقتي وتركيزي، ولكن مع ذلك كنرجع لها. كل مره كنقول هذه اخر مره كنكون مقتنع 100%، ولكن ملي كدوز ساعات ولا نهار ولا جوج كنرجع نفس النقطه. نحاول نقاوم لكن كاين واحد الصوت الداخلي كيقول لي غير مره واحده وصافي، وكنصدقو ونرجع ندم. ولكن نعيش في حلقه الرغبه، الفعل، الندم، الوعد، الرجوع. كل مره كنفقد شويه من الثقه في راسي، كل مره كنحس براسي اضعف من قبل، باش كنخبي هادشي على الناس كاملين. كنضحك كنهضر كنبان عادي، ولكن في الداخل ديالي كاين صراع ما كيشوفو حتى واحد جزء فيا باغي يوقف، باغي يكون انسان افضل، ولكن كاين جزء اخر تعود وتبرمج وكيجرني كل مره نفس الطريق. والصراع ماشي سهل، كيستنزفك نفسيا وكيخليك تحس براسك بوحدك. مرات كنحس انني فقدت السيطره، بحال الا ماشي انا كنقرر، لكن في واحد اللحظه كتوقف وكتسول راسك حتى لفين غادي نبقى هكا؟ واش غادي نبقى نعيش نفس النهار كل مره، نفس الاخطاء، نفس الندم، نفس الاحساس؟ اليوم يمكن اول مره نقولها بصوت واضح، انا عندي مشكل انا خاصني نبدلو. حيت الاعتراف ماشي ضعف، الاعتراف هو بدايه القوه. الصلاة هي أفضل وسيلة اللي غادي تخليك تبعد على هاد العادة السيئة. ومن بين أقوى الحوايج اللي غادي تقدر تعاونك تخرج من هاد الدوامة هي الصلاة. يمكن تقول شنو العلاقة الصلاة بهاد الشيء؟ ولكن الحقيقة الصلاة ماشي غير حركات كديرهم، الصلاة هي الانضباط. ملي كتولي تفيق الصلاة في وقتها راك كتدرب راسك كتقول لا للشهوة وكتقول نعم للانضباط. الصلاة كترجعك كل نهار ل5 مرات، كتفكرك شكون انت وشنو الهدف ديالك في هاد الحياة. ملي كتكون قريب من الله
كتحس براسك أقوى من داك الإحساس المؤقت ديال الشهوة، ماشي غادي توقف في نهار واحد، ولكن غادي تعطيك قوة باش تحاول كل مرة حتى تنجح. وحتى إلا طحتي صحتك كتبقى ديما باب محلول باش ترجع، حيت التغيير الحقيقي كيبدا من الداخل. كاينة آية قرآنية كتقول إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، سورة العنكبوت آية 45. حيت الصلاة كتبعدك على المعاصي. دابا السؤال اللي كيسولو بزاف ديال الناس، كيفاش نقدر نحبس؟ اول حاجه خاصك تفهمها، ماشي مساله قوه الاراده فقط، ولكن مساله النظام كامل خاص يتبدل. الخطوه الاولى بعد المحفزات، اي حاجه كتعطيك هذه العاده خاصك تقطعها، سواء كانت مواقع، صور، ولا حتى حسابات السوشيال ميديا، حيت الا بقى السبب غيبقى السقوط. الخطوة الثانية، عمر وقتك. الفراغ هو العدو رقم واحد. مارس الرياضة، خرج تعلم شي حاجة جديدة، خليك ديما مشغول. الخطوة الثالثة، تحكم في الجسد ديالك. ملي كتحس بالرغبة ما تبقاش جالس بوحدك، وقف، تحرك، دير دوش بارد، خرج تمشى، بدل الحالة ديالك فورا. الخطوة الرابعة، نقص العزلة. قرب من الناس، من العائلة، من صحابك، حيت الوحدة كتقوي الإدمان. الخطوة الخامسة، قرب الله. الصلاة، الدعاء، وقراءة القرآن كتعطيك قوة داخلية ما كتلقى حتى بشي حاجة أخرى. أهم حاجة ما تستسلمش. إلا طحتي السقوط ماشي نهاية، ولكن جزء من الطريق. كل مرة كتفيق وكتحاول من جديد كتقرب أكثر أنك تنتصر. انت ما تفكر، انت ماشي عامل هاد العادة، انت أقوى منها. ودابا خلينا نهضروا على تجارب حقيقية ديال الناس عاشوا نفس المشكل. واحد الشاب كيقول بديت في سن صغير وكانت غير تجربة عادية في الأول، لكن مع الوقت ولات عادة يومية، حتى ولات كتأثر على التركيز ديالي في الدراسة، وكنحس براسي ديما عيان. وحالة أخرى كتقول كنت كنحاول نوقف بزاف ديال المرات، ولكن دغيا كنت كنطيح. اكثر حاجه كانت كتوترني الاحساس بالذنب من بعد، وهادشي كان كيخليني نرجع نفس العاده. وكاين حتى حالات قالوا كتفقد المتعه في الحوايج العاديه، بحال الخروج مع الاصدقاء ولا الرياضه. الدماغ تعود على المتعه السريعه وقويه. هاد التجارب كتشارك في حاجه واحده، البداية كانت بسيطة، ولكن مع التكرار ولات إدمان. كوصل لمرحلة كيحسوا فيها أنهم فقدوا السيطرة، ماشي حيت مبغاوش يوقفوا، لكن حيت العادة ولات متحكمة فيهم. ولكن حتى مع هذا الشيء كاين ناس قرروا يتجاوزوا هذه المرحلة بالتدريج، بالصبر، وبإعادة تنظيم حياتهم. وهادشي كان حاجة مهمة. إدمان ماشي نهاية الطريق، بل بداية التغيير ممكن. في الأخير خاصنا نفهموا حاجة مهمة، هاد العادة ماشي غير موضوع جسدي، ولكن موضوع عقلي، انضباط، اختيارات يومية. ما كاينش التغيير يوقع في نهار وليلة، لكن كاين قرارات صغار كتكرر كل نهار، وإلا كتصنع الفرق. يمكن طحتي قبل، يمكن ترجع تطيح مرة أخرى، ولكن كل مرة كتنوض فيها وكتحاول من جديد كتقرب أكثر للسيطرة على راسك. الهدف ماشي تكون مثالي، الهدف هو تكون شخص كيعرف يوقف ويرجع للطريق ديالو. وإلا قدرتي تاخد حاجة واحدة من هذا الفيديو فهي أن التغيير ممكن، ولكن خاص الصبر زائد قرار حقيقي زائد الاستمرار. ولما تفكر انت ماشي محدود بهذه العادة، تقدر تبدل حياتك كاملة خطوة بخطوة. وإذا عجبك المحتوى وبغيتي تشوف مواضيع بحال هذه ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش توصلك فيديوهات جديدة.